سير الميلانو شوف رجال ناعسين في الزنقه بسبب المغربيات كيصوب ليها الوراق وكتصيفطو للحبس وتاخد ليه الولاد والدار. اليوم جيت نقول لكم يا العيالات، بركه من الحراميات، بركه ما واحد يمشي يجيبك من المغرب ويتكرفص عليك ويطلعك المغرب، يطلعك لاوروبا، في الاخر ديري واحد جوج وتقول لي باي باي، وتمشي عند لاسيستونس وتقول لهم حاجه بغى يغتصبني. كون بغى يغتصبك ما يولدش معك جوج ولاد ولا جوج بنات ولا كما كان، ما يتكرفصش عليك. حتى الله هنايا يخلصهم ويدخل المخيره يدخلها. ولكن وليت نشوف بزاف ديال الحقره، لان انا شفتها وعشتها دابا حاليا. كنت فواحد الجمعيه والله تاسفت لهذوك الدراري وهذوك الرجال اللي تينعس في الطوموبيل، اللي تينعس في الزنقه، اللي تينعس عند صحابو، عاد هو تلاوط وانتي بغيتي تشدها مقاده. لقيتو الرجال ونعم الرجال وتتكرفسوهم بهاد التكرفيس، تمشيو عندهم تقول لهم بغا يغتصبني، ويلي تيضربني. لقيتوها هادشي كاع ما ديروه في المغرب، ولكن نتوما جيتو وطغيتو في بلاد اوروبا، زعما بلاد الحقوق، كي نسيتو حقوق الله والشرع والدين، نسيتوه. بغيتو زعما تمشيو تكونوا حرات وتمشيو في طريق الحرام، قسم بالله ما تتوصل. الطريق الوحده اللي تتوصلك هي طريق الحلال.